الشوط الاول انتهى، شلون شفت الشوط الاول؟ والله الشوط الاول الجويه خوش لعبوا، بس احنا عندنا ظلمنا من الحكم وايد ظلمنا، خاصه الشوط الاول عندنا ركلتين جزاء هنا ما دقن، عندنا هنا رميه طلعت هاي الرميه سهله، بس ركلتين جزاء، احنا نطالب بالفار، خلونا اجى استخدموا لعبتين، ليش ما متواجد ملعب الكوت؟ ملعب الكوت ليش ما متواجد؟ والله اجواء جميله محافظه واسط ملعب الكوت الاولمبي، واحنا ان شاء الله نتمنى الفوز للجوي نقيب اسيا. والله ان شاء الله 2-0. شكرا عدنان درجال على دور النجوم العراق، ان شاء الله نحو الافضل. انا من الكوت. يا اهلا وسهلا، شو رايك بالمباراه؟ والله مباراه جميله، اجواء جميله، نفتقد هاي الاجواء كنا من زمان كلش، نفتقد هي اجواء، جاي نشوف الشباب جاي يشجعون، واجواء جميله كلش ان شاء الله. تشجع على اقامه مثل هكذا كرنفالات رياضيه؟ والله احنا افتقدنا بالكوت بمركز محافظه واسط الكوت، افتقدنا هيجي يعني احتفالات، افتقدنا هيجي اجواء، افتقدنا كذلك الانديه تجي هنا للكوت، لان موضوع انديه واسط هنا ما عندنا نادي بالدوري الممتاز، لذلك مفتقدين من زمان الى هيجي اجواء. شو تحب تناشد في هذا الصدد؟ والله احب اناشد دائما الرياضيين على مستوى الرياضه، الحكومه المحليه، الحكومه المركزيه، انه تنتبه شويه لمحافظه واسط، وتنتبه هاي التحفه المعماريه اللي في محافظه الكوت، واتمنى تكون بادره وفاتحه خير على محافظه واسط من خلال اقامه المباريات دور الممتاز واقامه الدربيات، عمود هاي الشباب، عمود هذا الشعب شويه يستمتع، الشعب المختلف اللي بالكوت اللي يفتقد يعني الابسط مقومات الرياضه، وان شاء الله فاتحه خير من خلال هذا اليوم اللعبه. زين، تعتقد انه مثل هكذا مباراه تكون متنفس للشباب واحتوائهم من الشارع، من القهاوي، من غير اماكن غلط؟ اكيد، يعني اليوم انت جاي تشوف اغلبيه كان مشجعين هم شباب وكباريه موجودين وناس، يعني اليوم الشاب من يشوف هيج تعباد ويشوف هيج زخم جمهور ويشوف التشجيع اللي جميل، التشجيع اللطيف اللي جاي نشوفه بالملاعب، ان شاء الله فاتحه خير. اكيد هذا الشاب بعد اكثر واكثر يقوم يجي، يعني اليوم انا اليوم جيت 3-4 جماعتي قالوا اللعبه تجي احنا نجي، لان جابوا تشجيع، جابوا صوره حضاريه للتشجيع من خلال اهالي الكوت، واهل الكوت بيبانهم مفتوحه لكل المحافظات انه تجي هنا، هاي محافظه والنعم منكم. والنعم من الله. وجاي يشوف الملعب خبط الجويه، اداء يعني وسط، لا بأس، اداء لا بأس، ننتظر ان شاء الله الشوط الثاني. شنو توقعاتك للمباراه والشوط الثاني؟ ان شاء الله 2-1 الجويه ان شاء الله. من تتوقع راح يهدف؟ علي جاسم ومحمد قاسم ان شاء الله. شلون شفت الشوط الاول؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء قبل الشوط الاول نبارك لاهل الكوت على هذا الملعب، يستاهلون كل خير ان شاء الله. والله الشوط الاول يعني كان هذا اللعب، وبعد بدايه الدوري فالفرق تصير متخوفه، بس ان شاء الله الشوط الثاني القوه الجويه يظهر بصوره صحيحه واكو تبديلات ان شاء الله، والمدرب هو يعرف ان شاء الله. ايش تتوقع المباراه؟ والله الشوط الاول شفته مثل ما تقول جويه تقول اللي داخل نص ما عبرت، بس حل بالهجوم ماكو ما جاي يصير. ان شاء الله الشوط الثاني 2-0. شنو علاقه ميسي بالقوه الجويه؟ انا اصحاب الجويه. شنو علاقه ميسي بالقوه الجويه؟ ايه ما ادري. تحب القوه الجويه؟ هذا ورثته من الوالد لو انت وحدك شقيت طريقك؟ ايه عشان يعني الحب الجويه اخذته من والدك؟ اي تحضر لعبات قوه جويه ولا هي اول مره؟ سناي اول مره. ايش تتوقع اللعبه؟ من يفوز؟ الجويه. شنو شعورك؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء اشكر جمهور الكوت واهالي الكوت على هذا التحضير ويانا، وانت شوف هنا بالملعب كله خبط جمهور الجويه، وان شاء الله نطلع منتصرين ب3 نقاط ونفرح هذا الجمهور وطالعين نرجع على بغداد يرجعون سالمين غانمين. يوصلون بالسلامه. شنو توقعك للنتيجه؟ ان شاء الله 3. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. 2-1 ودقيقه 73، ايش تتوقع المباراه؟ والله اتوقعها بعد هدف للجويه 3-1. منو راح يهدف؟ ايمن حسين. زين، بعيدا عن المباراه، اجواء كلش جميله.
واهلا بكم اهلا بكم. مرحبا يا خالد مرحبا. 2-1 دقيقة 74. شنو توقعاتك للمباراة؟ ان شاء الله 3-1 للصقور للجوي. ان شاء الله. منو اللي توقع راح يهدف؟ ان شاء الله ايمن بعد. 2-1 دقيقة 75. شنو توقعاتك للعبة؟ ان شاء الله تنتهي 4-1. منو راح يهدف؟ ان شاء الله بطبر. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. الدقيقة 76 و2-1. شنو رأيك بالمباراة؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالضيوف الكرام على مدينه واسط الحبيبه. اجواء جميله هاي الليله، مباراه ضيوف اثنيناتهم علينا جويه وزاخو، واجواء شوفها حلوه. نتمنى هاي الافراح تدوم علينا كل. ايش تتوقع النتيجة؟ والله اتوقعها تعادل، لان زاخو في مجال زوراي مجال يتونس بالطرفين. ألف مبروك للكاتب التدريبي، ألف مبروك للجمهور، ألف مبروك للإدارة، وإن شاء الله 3 نقاط حصلناها مهمة، وإن شاء الله نرجع لبغداد سالمين. إن شاء الله. السلام عليكم. كابتن حبيبي. مبروك كابتن. الله يبارك فيكم. والصراحه احنا اليوم مو غايمين انه بس كره قدم، احنا فرحانين ببسط اهلنا في محافظه واسط، وش نحكي قليل عن اهلها وطيبه وعلى حسن الضيافه. يعني هاي قدامك جاي تشوف اخوتنا الرياضيين، واليوم مثل ما تقول الرياضه تجمع كل المحافظات كل الاخوه. هاي تلقى نادي زاخو مبروك القوه الجويه، وشكر خاص لمحافظة واسط وجماهير واسط ورابطة القوة الجوية في محافظة واسط، والأخوة المعنيين من جماهير القوة الجوية اللي ما قصروا، اللي ما تيهونه، من حيدر الزيدي، من علاوي، من مرتضى، من أركان، والولد الأخوة الباقيين ما قدروا. إن شاء الله ننتظر منهم الإبداع والحضور مكتف، وتحياتي.